أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة أسماء الزهري. قبل البداية نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بجديد عبر قناتنا. الجديد ديال اليوم أخبار رائجة في سوق الانتقالات سي الحالي رياض بعد ديجيكاس ما توا سلام مع الأهلي بخير ان شاء الله. السعودي دوري الماتشات رياض جمع وداد محرز سي رياض ديجيكاس خرجت توا تقارير صحفية بخير ان شاء عن الله. انتقال الجزائري رياض جمع وداد محرز سي رياض نجم ديجيكاس الأهلي توا السعودي السابق بخير إلى ان شاء الوداد الله. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حسب موقع 365 الدولي الجزائري رياض محرز عنده عرض من نادي الوداد المغربي، واللاعب يعني تم جس نبضه من نادي الوداد المغربي اللي جاب عدد كبير. السلام عليكم، محمد اكرم اختيش ناس ميديا ديجيكو سافو. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تفكير نادي الوداد في التعاقد مع محرز بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ظل وجوده كلاعب حر منذ فسخ العقد رفقة الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي. غير أن صحيفة الرياض السعودية نقلت تقارير صحفية جزائرية استبعدت هذه الأخبار. الجزائريين ما حاملينش أن الخبر يكون رياض محرز رفقة الوداد، ما يمكنش. والخبر هذاك شوية فيه واحد الغموض وشوية فيه واحد بحال اللي ماشي حقيقي، لأن القيمة السوقية ديال رياض محرز دابا مرتفعة. كنعرفوا الوداد البيضاوي مسألة شيتة مع حكيم زياش، وعنده المشكل مع حكيم زياش كما كنشوفوا كما كنعرفوا أن حكيم زياش الساعات القادمة واش غادي تبين لنا واش غادي يكمل رفقة الوداد ولا لا. ودابا هذا الخبر اللي خرج ديال حكيم زي أو ديال رياض محرز داير بوم في المواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كتستبعدو القنوات الرياضية السعودية والصحافة السعودية كتستبعد هذا الخبر هذا، لأن رياض محرز كيقول لك القيمة السوقية ديالو طالعة بزاف وما يمكنش يلعب مع الوداد البيضاوي. كنعرفو كاملين أن الوداد البيضاوي فريق كبير، وبعد ما بدل الرئيس وبدل المدرب يمكن هاد القيمة السوقية واخا مرتفعة يمكن محرز يكون رفقة الوداد، ولكن أنا كيبان لي من المنظور الخاص ديالي أن صعيب أن رياض محرز يلعب برفقة الوداد. مازال واحد العام ولا عامين باش يلعب كرة، يمكن له يمشي يحترف في الدوري الأوروبي، لأن رياض محرز مازال كيقدم عروض كبيرة. رفقة الأهلي السعودي الموسم الماضي دار أحسن باركور ليه، وكذلك رفقة المنتخب الجزائري لعب كأس العالم وكان ممتاز. يعني رياض محرز مازال قدام الوقت باش يلعب رفقة المنتخب وقدام فرق كبيرة. نعم الوداد فريق كبير، ولكن أنا كنرجح هذا الشيء هذا يكون إشاعة. هادشي اللي كاين. هاد المسيرة ديالو مع مانشستر سيتي فاز ب4 مرات بلقب الدوري الإنجليزي رياض محرز رفقة مانشستر سيتي، مما كيخليه رياض محرز لاعب كبير، لاعب اللي غاديش ينساوه الجمهور الجزائري. ولكن بالنسبة ليا جمهور الوداد اليوم الإشاعة إلا كانت بصح راه ما يمكنش أن دير رياض محرز وكذلك حكيم زياش بجوجهم في نفس البوست ويلعبوا، راه ما يمكنش إلا كان حكيم زياش غادي يمشي بحالو من الوداد البيضاوي. وهذه كنرجحها تقدر تكون واحد النسبة ديال واحد 30% أن حكيم زياش إلا تم الاستغناء عليه غادي يتم تعويضه بلاعب كبير. ويمكن يكون رياض محرز، لكن أنا كنظن أن رياض محرز بعيد بزاف أنه يحمل قميص الوداد البيضاوي. غادي يلقى مشاكل كذلك مع الجماهير الجزائرية، لأن الجماهير كنعرفوا كاملين واحد الحزازة اللي وقع ما بين الجماهير المغربية. هذا يكون صحيح، لما لا؟ باش الدوري المغربي يكون ممتاز، يكون دوري اللي كبير ودوري اللي رائع، ويقدروا تكون منافسة كبيرة ما بين الفرق. هادشي اللي نتمناو. اللاعب في أخبار ديال المحترفين كذلك انتقالات اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو سيعود إلى ريد بول لايبزيغ على سبيل الإعارة من إي سي ميلان. كلوب بروج يضم اللاعب البلجيكي ماتيو دامس من صفوف أهلي جدة بعقد طويل الأمد. نابولي مهتم بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي ماتيو داماس من صفوف أهلي جدة بعقد طويل الأمد. هذا اللاعب قد يقدم إضافة في قادم المواعيد. نابولي مهتم بالتعاقد مع المهاجم الإسباني
مارك جويو من صفوف تشيلسي. برشلونة ينافس توتنهام واستون فيلا على ضمن المهاجم الامريكي فولارين بالوغون من صفوف موناكو. ليدز يونايتد مهتم بالتعاقد مع الجناح البرتغالي رافائيل ياو من اي سي ميلان. ليفربول يستعد للتعاقد مع اللاعب الغامبي كذلك يان كوبا مينته من صفوف برايتون. هذه هي الاخبار ديال المحترفين. كذلك نهضة بركان المغربي يريد التعاقد مع احد اللاعبين البارزين في سوق الانتقالات، لاعب راس الاخضر راس حربه. غادي نتسناو الساعات القادمه شنو غادي يكون، واش بركان قادره ان تتعاقد مع هذا اللاعب اللي الصفقه ديالو كتظن انها عاليه كذلك. اذا بركان بعد ما كما عرفنا ان بركان مع عماد الرياحي تم الفسخ مع عماد الرياحي وكذلك العسري، ممكن من الممكن انهم يتعاقدوا مع اللاعب الراس الاخضر. هادشي اللي كنتمناو التوفيق لنهضة بركان كذلك في دوري ابطال افريقيا المباريات القادمه ان شاء الله في الدوري المغربي. كذلك الاسطوره رونالدو اصبح الهداف التاريخي لنادي النصر في دوري الروتشان السعودي. كريستيانو 103 اهداف 108 مباريات. محمد